بكلفة تصل إلى 67 مليار دينار. أبصر أطول جسر في العراق النور بشكل مؤقت في ديالى، جسر بحيرة حمرين الذي افتتح مؤخرا بعد خروج طريق البحيرة القديم عن الخدمة على أثر ارتفاع مناسيب مياه البحيرة. لكن المفاجأة كانت بتهدم وتضرر أكتاف الجسر الترابية ومقترباته، ما ينذر بكارثة حقيقية لحياة سالكيه. هذا طريق دولي يربط بينه وعليه منفذين حدوديين كبار، وهاي المنافذ ما شاء الله وارداتها فوق. ومع العلم انه هذا الطريق صرفوا عليه ما يقارب 67 مليار، وتيجي تشوف هذا الطريق تراب مسوينه بزميج مال الزراعه، يعني حتى واحد يستحي يقول حاطين به حصى او سبيس او هذه الاشياء. وجا صار اول مطر صعد المي اكل الطريق، الدوله تقول لك اكو طريق عندنا بديل على امام ميس، ادري طريق اكو بديل على امام ميس، بس الطريق على امام ميس مسافه بعيده، فرق عنها 30 كيلو، 30 كيلو مو قليل. بعد ما افتتحوا اصلا ويعاني من هاي التخسفات ويعاني من هاي الشقوق والتصدعات وراح يوقع. يعني انا اردفتهم انه من وصل لهاي المرحله ايش كانوا يسوون؟ ايش كانوا ينتظرون؟ وين الادامه؟ وين الملاحظه؟ وين الصيانه؟ يعني والله العظيم امرهم عجيب. يعني انا اطالب كل من عنده ضمير، اطالب الحكومه المحليه، اطالب الحكومه المركزيه، اطالب الوزاره، اي شيء. هذا طريق استراتيجي حيوي يربط محافظات الشمال والسليمانيه بمحافظات الوسط والجنوب، ما لازم يكون بهالطريقه التعبانه. مديرية الطرق والجسور رفضت التعليق بحجة أن المشروع وزاري ولا علاقة لهم بإنشائه، فيما أكدت الحكومة المحلية اتخاذ إجراءات مؤقتة بغلق الطريق وتحويل السير إلى طريق إمام ويس، فيما وجهت بمعالجة الأضرار خلال فترة محددة. تم تبليغ الشركة، وكذلك تم مخاطبة مديرية الطرق والجسور في بغداد، وأيضا مديرية الطرق والجسور في ديالى لمعالجة هذا الخلل اللي حدث في طريق بحيرة حمرين. طبعا بسبب اللي صار بسبب كثرة المياه الموجودة والطاقة الاستيعابية لبحيرة حمرين، ما أثر بشكل سلبي على انهيار السدة الترابية، أي المقتربات الموجودة على أطراف الجسر. المفروض يصير إكساء للسدة الترابية بالحجر، لكن تدري المقاولة والشركة لديها أوقات، وأيضا هي لحد الآن تطلب يعني بسبب السيولة المادية لوزارة المالية وقلة التمويل. طبعا هذا أثر بشكل سلبي على كل المشاريع، مو بس فقط نقول مشروع بحيرة حمرين، على كل المشاريع الموجودة في المحافظة. ويربط هذا الجسر شمال العراق بوسطه وجنوبه، فضلا عن كونه طريقا دوليا مهما يربط العراق بالجارة إيران عن طريق عدة منافذ حدودية. خطر حقيقي صار يهدد حياة الآلاف من سالكي هذا الطريق دون حلول حقيقية.